السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى ألف خير. اليوم غنشوفوا مع بعض حلوة المحجبة الشمالية أو حلوة الكاوكاو اللي فعلا كتجي رائعة وكتذوب ذوبان في الفم، وكتوجد في وقت وجيز وفي نفس الوقت اقتصادية وما فيهاش كثرة المكونات. أغلب المكونات ديالها موجودة في كل دار، وكتخرج كذلك أكثر من 78 حبة. وهاد الحلوى كيسميوها المحجبة بحكم أنها كتلوى في هاد المنديل الورقي بهاد الطريقة، على ديكشي كيسميوها المحجبة. ما نطولش عليكم وندخلوا مباشرة في تحضير الوصفة. نبداو على بركة الله. غادي ناخذ 500 غرام ديال الكاوكاو البلدي اولا الفول السوداني اللي غادي نحمروه وغادي نقشروه. اللي تقشر اللي ما تقشرش ماشي مشكل. غادي ناخذ كذلك زلافه ديال السكر اللي تكون ما عمراش ونطحنوها. هي في الحقيقه يعني في الوصفه الاصليه كيكون سكر كلاصي، يعني زلافه عامره وزلافه ديال الزيت عامره. انا ما كنكثرش الزيت، كندير زلافه ما عمراش وزلافه ديال سنيده وكنطحنها وشويه ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال القرفه. غادي نطحنوا الكاوكاو مزيان مزيان حتى كيولي على شكل بخاليني بهذا الشكل. كنضيفوا الملحه ونضيفوا كذلك القرفه ونضيفوا السكر بعد ما طحنته. راه هاد المقادير اللي عطيتكم راه كتجي مضبوطه وكتجي فنه، راه ما كتجيش الحلاوه ديالها كتجي معتدله، كتجي هي هذيك. كتجيني انا هكذا احسن. واللي ما بغاش ممكن يدير زلافه ديال السكر كلاصي عامره وزلافه ديال الزيت عامره. صافي بعد ما ضفنا المكونات كامله غادي نحاولوا نخلطوا ونجمعوا الخليط. بطبيعه الحال غادي نجمعوا بالدقيق، الدقيق الخاص بالحلويات. بالنسبه للدقيق يعني ما نقدرش نعطيكم يعني بالضبط شحال خصكم، حيت على حسب الخليط ديال كل وحده فيكم. بالنسبه لي انا شخصيا هنا راه دخلت لي 750 غرام عفوا ديال الدقيق مضبوطه. وانتم عاوتاني غادي تشوفوا على حسب كل وحده والخليط ديالها. هنا بطبيعه الحال الدقيق راه كيكون منخول، الطحين كيكون مغربل. صافي وكنستمروا على هذا الشكل هكا حتى كنجمعوا العجين ديالنا، يعني ما تجيش قاصحه وما تجيش خفيفه. يعني بمجرد انكم كتحربلوها، يعني كتكوروها، كتشوفوا الخليط كيتجمع كيتكور، صافي الله يجعل البركه. ديك الساعه كتعرفوا بان العجين راه وجد. هانتوما هنا كما كتشوفوا هذا هو العجين ديالنا. هنا راني غادي ندير حريبلات صغار. هنا راه ما فيها لا خميره لا حتى حاجه، وهي تبارك الله الراسه كطرطق وكتجي غزاله. ملي كنجيو ننزلوا الحلوى ديالنا بطبيعه الحال كنبعدوهم شويه على بعضياتهم، وكنحاولوا عيننا ميزاننا يجيو مقدودين قد بعضياتهم. كنستمروا بهذا الشكل هكا حتى كنساليو الكميه اللي عندنا كامله. راه ما شاء الله راه غير هاد نص كيلو ديال الكاوكاو راه 79 حبه بالضبط اللي خرجت لي. كيجيو تبارك الله اقتصاديه وكطيح، يعني كتخرج. هانتوما كتشوفوا بعد ما كملت الكميه ديالي كامله غادي ندخلو من الفرن المسخن على 160 درجه من الفوق ومن التحت مشعول. وبالنسبه للناس اللي عندهم الفرن ديال الغاز بطبيعه الحال الفران شميعه تشعلوا له يطيب من التحت ومن بعد غادي تشعلوه الفوق. هنا غادي ناخذ سكر كلاصي سبيسيال وغادي نفندو فيه الحليوه ديالنا. هنا هاد المناديل الورقيه هادو كيكونوا موجودين بزاف في مدن الشمال، وحتى في اسبانيا موجودين، حيت حنا في الاصل كيدخلونا من اسبانيا. بالنسبه لباقي المدن راه ماشي مشكل، ماشي ضروري توضعوا هاد الكويغطات. ممكن تحربلوهم غير هكاك في يعني في تفندوهم في سكر كلاصي وتنزلوهم. ماشي ضروري تعملوهم هكاك طويلين، ممكن تعملوهم مدورين. يعني ماشي ضروري ان ديك الكويغطات. صافي كنلويوهم بهذا الشكل هذا.
الطرف الاول ناخذوه بهذا الشكل ونعاودوا نلويوه من الجانب الاخر، وكنلويوهم من الجوانب بحال الحلوى ديال الطوفيطه. يعني كننزلوهم في الاصل، يعني بحال ما كيبقاش على شكل مربع، يعني كننزلوهم مجنبي كيجيو على شكل معين. صافي كنطويو من الجوانب بجوج وكنلويو ديك الودينات، كنلويوهم ساهله، ما كاينش ما اسهل منها، وكتوجد دغيا دغيا. صافي كنستمروا على هذا الشكل حتى كنساليو الكميه اللي عندنا كامله. انا عاودت معكم شحال من وحده هنا باش تشوفوا مزيان، يعني تعقلوا على الطريقه كيفاش كتطوى. وانا متاكده ما شاء الله عليكم راه من الوحده الاولى غتكونوا استوعبتوا، لحقاش ما شاء الله كلكم ذكيات وغزالات. بعد ما كملنا الكميه ديالنا كامله، هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تكون راقتكم ونالت استحسانكم، راها فعلا تستحق التجربه وكتخرج الخير والبركه واقتصاديه كذلك. الا جربتوها وعجباتكم ما تنسونيش من الدعوات ديالكم ولايكاتكم وكومنتيراتكم الزوينين، وما تنسوش كذلك تبارطاجيوني مع احبابكم لتعم الفائده. الى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في امان الله وحفظه، وإلى وصفة جديدة وفيديو جديد إن شاء الله.